نتمنى مزيد من التوفيق المنتخب التونسي. ايضا يوسف المساكني الذي امضى على انتصار تونس ضد المغرب في مستهل كان الجابون وغينيا الاستوائيه، واليوم هدف ثمين في الدقيقه 90. يوسف، هدف يعني يسمونه في تونس هدف النمس، لانك معروف النمس في تونس يعني هدف قاتل وهدف ثمين، رغم ان المنتخب الجزائري قدم مباراه كبيره اليوم. والله الحمد لله، شفت الاولاد الكل عملنا مباراه بطوليه، اداء ونتيجه ان شاء الله يا رب نكملوا كيه. هدف ان شاء الله يكون فرحه التوانسه الكل ونبنيوا عليه ان شاء الله. يوسف، لكن على مستوى الهجوم بعد خروج عصام جمعه في الربع ساعه الاول يعني تاه المنتخب، وانتظرتم ربما وجود انسجام بين صبر خليفه يوسف ساكني وسام الدراجي للانتصار. صحيح، نص ساعه الاولى ما لقيناش لي بوان نتاعنا، في الربع ساعه الثانيه لقينا لي روبير نتاعنا. الحمد لله معنا فوزنا بالمباراه هذيا ونديوها التوانسه الكل ان شاء الله. جميل جدا ارتدائك لقميص المنتخب الجزائري، وهذا الذي يبقى الروح الرياضيه. ايضا سامي